ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتواصين على البر والتقوى. أنا سعيد حقيقة بتجدد هذه اللقاءات معكم، وأرحب بكم وأرحب بأبناء الذين معي الذين هم تكررت رؤيتكم لهم، وهم جزاهم الله خير يشاركونني ونستفيد منهم، ابني وجدي وعبد الرحمن وعصام، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمهم عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، في الأسبوع الماضي كانت الحلقة إعادة، وجاءني عدد كبير من الرسائل تعاتب ويقولون نحن كنا ننتظر طوال الأسبوع متى تأتي الحلقة القادمة لنستمع إلى موضوع جديد، لكني حقيقة أنا سافرت إلى بلد وحليت الواجب وسوف نعرضه في آخر الحلقة، فأنا ما غبت عنكم بطوعي أو لأجل أن أرتاح، إنما كنت في رحلة دعوية إلى إيطاليا لمدة 5 أو 6 أيام، وزرت عددا من المراكز الإسلامية، ولله الحمد أمور المسلمين هناك تسر، وحضور المحاضرات رائع جدا. صلى معي الجمعة في ميلانو قرابة 7,000 أو يزيدون. حضور المحاضرات يتراوح ما بين 3,000 إلى 2,000، أحيانا يزيد إلى 4,000. إقبال الناس على الخير، محبتهم له، إقبالهم عليه كبارا وصغارا، أمر مفرح جدا، فنحمد الله تعالى على هذا. وأيضا حليت لكم الواجب وصورت بعض الفعاليات هناك، وسوف نعرضها إن شاء الله تعالى في آخر هذه الحلقة مع الواجبات. أيها الأحبة الكرام، نحن سنتكلم اليوم أنا وأبنائي الكرام الذين معي عن الأمر الذي أنزل الله تعالى لأجله الكتب، وبعث الله تعالى لأجله الرسل، وقامت لأجله راية الجهاد في سبيل الله، عن الأمر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشركين لأجل إثباته، عن الأمر الذي لن ينتفع المرء بصلاة ولا بصوم ولا بحج ولا بزكاة، لن ينتفع ببر والدين، لن ينتفع بشيء إلا إذا أقام هذا الأمر. لذلك لما أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وجعل يدعوهم إلى الإسلام، وحذرهم إنهم أبوا الإسلام وكفروا بالله سيدخلون النار، فقالوا كيف ندخل النار ونحن الذين بنينا الكعبة، ونحن الذين نطعم الحجاج ونسقيهم ونعتني بالحرم، ومع ذلك ندخل النار؟ رب العالمين لا يعتبر أعمالنا هذه شيئا. فأنزل الله تعالى قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم في بناء الكعبة، نفقاتهم في طعام الحجاج، نفقاتهم في الاهتمام بالحرم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا خرج الإنسان من الإسلام إلى الشرك وصرف أنواعا من العبودية لغير الله تعالى، لم ينتفع بعد ذلك بعمل أبدا. لذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة مسألة التوحيد، وأهم ما يكون منجيا للعبد يوم القيامة هي مسألة التوحيد. وأول لفظة يسمعها الإنسان عندما يخرج من بطن أمه ماذا نقول في أذنه؟ نقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لأجل أنه وهو لا يزال عمره ساعات بهذا الحجم، فإنه في هذه اللحظات يدرك ربما أنه فعلا أنني موحد، وأنه لا إله إلا الله. وآخر كلمة يتلفظ بها الإنسان قبل موته هي لا إله إلا الله، أيضا كلمة التوحيد، فهي أول ما يطرق أذنه وهي آخر ما يطرق أذنه، وهي الكلمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما جاء إلى المشركين قال: يا معشر قريش، يا معشر غطفان، يا معشر ثقيف، يا معشر أسلم، يا معشر خزاعة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يقول لقريش: أعطوني كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. يقولون: ما هي؟ فيقول: لا إله إلا الله. ما هي حقوق لا إله إلا الله؟ ما هي الأخطاء التي وقع فيها عدد من المسلمين اليوم أدت بهم إلى أنواع إما من الشرك أو من طرق الشرك؟ ما هو حال بعض المسلمين اليوم مع الأضرحة، مع القبور؟ كيف يدعونها أحيانا من دون الله؟ كيف ينزلون حاجاتهم بها وكرباتهم؟ كيف ينزلونها بها؟ تعالوا أيها الأحبة الكرام نناقش هذا الموضوع. أنا ذهبت إلى بعض القبور
صورت عند الأضرحة المرفوعة هذه التي ربما بعضها يزيد طوله عن 5 أمتار أو 6 أمتار، رأيت عند بعض هذه القبور التراب يزعمون أن من أكل منه شفي، ومن تمسح به على جسده شفي، وأن المرأة التي لا تحمل لو أخذت من تراب هذا القبر ومسحته على بطنها حملت. انظر كيف يعلقونهم بالموتى بدل ما يعلقونهم بالله تعالى. والله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ومع ذلك يقولون إذا تمسحت بتراب هذا القبر على بطنك حملتي. صورت هذا بنفسي، وقابلت أيضا أحد الجالسين عند القبور وكان يقول إن دعائي عند القبر أفضل من دعائي في المسجد، وأن دعائي يستجاب هنا أكثر ما يستجاب في بيت الله تعالى. كيف وقعت الأمة في هذا؟ تعالوا نشاهد هذا التقرير القصير عن موضوع حلقتنا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، إنه التوحيد، إنها لا إله إلا الله، لأجلها خلقت المخلوقات وأنشئت البريات وأنزلت النبوات، لحمايتها قامت سوق الجهاد، ولعظمتها سالت دموع العباد، وهي المنجية يوم المعاد. تعالوا اليوم لنضع فيها بصمتنا. كن بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. نعم، إنه التوحيد الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم محذرا أمته من الوقوع في غيره، بل حاميا صلى الله عليه وآله وسلم لجناب التوحيد، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يدقق على ذلك تدقيقا شديدا. أعظم ما عند الشيطان من الأمور التي تفرحه هو أن يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر، أو أن يقدح في توحيده، بحيث أنه قد يدعو غير الله كما ذكرنا، قد ينحر، قد أحيانا يطوف على قبر. وهذه المسألة أيها الإخوة، أنا أعلم أن بعض من يشاهدنا ربما في بعض البلدان التي ليس فيها بعض هذا الشرك أو بعض هذه الصور من البدع قد يقول يعني يا شيخ معقول هذا موجود؟ يا جماعة، إذا نظرت إلى بعض الصور لبعض هذه الأضرحة التي تقع اليوم والتي هي موجودة اليوم في بعض بلدان المسلمين، وما يقع أحيانا من الطواف عليها ومن تعظيمها ومن التمسح بها، وبدل أن يعبدوا صنما فوق الأرض، جثة فوق الأرض، مجسما فوق الأرض، صاروا يعبدون صنما تحت الأرض. أيقنت فعلا أن الكلام في هذا الموضوع مهم. دعني يا شباب أقدم مقدمة حول هذا الموضوع ثم أستمع إن شاء الله تعالى إلى ما عندكم. عدد اليوم من سدنة القبور الذين يأتون إلى هذه القبور ويكون سادنا عليها، بمعنى أنه يكون حاميا عليها أو ما شابه ذلك، ويكون مكتسبا للمال من خلالها. فتأتي المرأة التي عندها مشكلة، تأتي المرأة التي لا تحمل، تأتي المرأة التي لم تتزوج. واليوم أصبحت هذه القبور متنوعة. هذا القبر متخصص لتزويج العوانس، بحيث، وهذا واقع ترى في كثير من البلدان، بحيث المرأة العانس تأتي إليه وتطوف عليه وتتمسح به فتتزوج. هذا القبر متخصص المرأة التي لا تحمل، هذا متخصص لمن عنده مرض السكر والضغط، هذا متخصص لمن عنده مرض السرطان، هذا للفقير، هذا للمظلوم. قبور متنوعة. ويبدأ بعض سدنتها يستخرجون قصصا يعبثون فيها بعقول الناس. ذهبت مرة إلى أحد البلدان العربية، ففيها قبر عظيم لرجل اسمه حمد النيل في عاصمة البلد. فلما جئت وإذا هذا الرجل ولي من الأولياء القدماء، لا أدري عن صلاحه أو عدم صلاحه، لكن قبره عليه ضريح عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة. فالشاهد، دخلت إلى بعض القبور المحيطة به، فقلت لأحد السادة كان جالسا، فقال تريدون أطوفكم؟ شفت الآن لما تأتي عند الكعبة أليس يوجد ناس مطوفين ولا لا؟ ويبدأ يدعو اللهم تقبل منا. هذا بيطوفني أنا والشباب الذين معي. قال تريدون مطوفا يعني بمال؟ قلت لا والله احنا لن نطوف، ونحن لو أردنا أن نطوف ذهبنا طفنا على من أمرنا بالطواف عليها الكعبة، أما الطواف على قبر أعوذ بالله. فالشاهد، قلت له هذا ما عندك من كراماته؟
قال هذا له كرامات كثيرة جدا جدا هذا الرجل الصالح، وإذا كنت مظلوما فهذا يشفع لك عند الله. إذا كان عندك كربة ادعه الآن، قل يا ولي الله اشفع لي عند الله. فقلت أنا طيب ليش ما أقول يا الله مباشرة؟ أليس الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا أخي ليش نحن لما نريد حاجة نذهب إلى قبر؟ يا أخي نذهب مباشرة يا رب العالمين. أنت الآن لو يقال لك مثلا ترى يوم الاثنين الملك ولا رئيس الدولة فاتح أبوابه لاستقبال مشاكل الناس، من الغباء أن تذهب إلى السكرتير أو تذهب إلى مدير المكتب أو تذهب إلى واسطة. خلاص مدام الملك يا أخي فاتح بابه ادخل إليه مباشرة، قطعا سيكون أرحم وأكرم من السكرتير ومدير المكتب. فما بالك يا أخي لما يكون رب العالمين يقول وقال ربكم، هو اللي يطلب منا ادعوني فنذهب ندعو غيره. فقلت لهذا السادن عند القبر، قلت طيب لماذا آتي إلى القبر وأقول ارزقني واشفع لي وافعل كذا، ليش ما أقول يا الله؟ فقال لا أنت لما تقول اشفع لي لما توجه الطلب إليه فإن هذا يكون أحرى وأقرب للإجابة. وهذا بلا شك يا جماعة أنه من الضلال، وأن البسطاء اليوم مع الأسف من الناس أن الدجالين والخرافيين بدأوا يلعبون بعقول الناس، وربما عبثوا بأموالهم، عبثوا بعواطفهم، جعلوا أحيانا يعني يستغلونهم في أمور لا تحمد في سبيل أنهم يقربونهم إلى هذه القبور. بل إن لي يعني أعرف أن بعض الناس المساكين، بعض السذجاء يعني السذج من الناس يلعب عليه مباشرة. أنا يحدثني أحد الإخوة ضابط يقول مرة كان عندنا نقطة تفتيش على الطريق السريع، فرجل تعدى النقطة التي قبلنا دون أن يقف مسرعا، يقول فمباشرة كلمونا قالوا ترى في سيارة وصفها كذا أوقفوها. قال فأوقفنا السيارات حتى يأتي هو فلا يستطيع أن يتعداها يضطر، فجئنا فإذا الرجل واقف وماسك مقود السيارة. قلنا له انزل، فقال أنت تدري تتكلم مع من؟ قلت من أنت؟ قال أنا المهدي المنتظر، المفروض أنك تؤمن بي الآن. طبعا المهدي يا جماعة يخرج في أحوال معينة وله اسم معروف وله نسب معروف وله شكل معروف أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ويخرج في وقت معين من الزمان وقبله أشراط ساعة معينة، ليست القضية لعب هكذا. يقول للضابط يقول يا شيخ أنا ما تفاجأت من كلامه، قلت لعله مريض نفسي أو عنده خلل. يقول لكن أحد العسكر الذين معي أحد الجنود إنسان بسيط وجاهل جاء وقال شوف إذا أنت المهدي ترى أنا آمنت بك آمنت بك آمنت بك أشهد أن لا إله. يقول قلت له إيش اللي آمنت بك وأنت مباشرة أعطاك كلمتين وصدقته. اليوم مع الأسف بعض الناس يسمع القصص التي عن الدجاجلة، القصص التي عن من يأتي ينسج قصصا وخرافات على القبور فيصدقها، وبالتالي يبدأ يتوجه لهذه القبور أكثر. رب العالمين منع أن يدعى غيره كما تقدم في الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى وفادعوا ربك فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصا له الدين. لا يمكن أن يقبل الله تعالى العمل إلا إذا كان خالص الله عز وجل وكان صوابا. ويقول سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني اجعلوا دعاءكم إلى الله تعالى، لا يجوز أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى أو أن يعني يلجأ إلى غيره عز وجل. أيها الأحبة الكرام، قبل أن نتبحر في موضوعنا هذا وهو الموضوع كبير حقيقة، وأنا إن شاء الله سأحاول أن أجمع شتاته أنا والشباب الذين معي خلال هذه الحلقة ومع اتصالاتكم المباركة أيضا، نخرج معكم من هذا التقرير القصير حول موضوع حلقتنا أيضا ويخدم ما نطرحه، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك أيها الإخوة، هذا نوع من الغلو في القبور. هذا الآن قبر قد رفع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر ونهى أن يرفع القبر ونهى أن يجسس القبر، وهؤلاء قد اجتمعوا في احتفال سنوي يقيمونه على أحد القبور
لأجل أن يضعوا عليه الخرق التي اشتروها بغالي الأموال، والتي لو أنفقوها للفقراء والمساكين لكان أنفع. وهذا كله لا يجوز. الأصل أن القبر يسنم، يعني يرفع كسنام البعير. طبعا هؤلاء أيضا هم وقفوا عند هذا القبر يدعون الله تعالى، ليست مشكلة أن يدعو الله تعالى، لكن من أين لك أن الدعاء عند القبر هو أنفع من الدعاء عند غيره؟ هذا أولا. الأمر الثاني أنه لو فتح المجال للدعاء عند القبور واللجأ إلى الله تعالى عندها لعطلت المساجد وعطل قيام الليل، وأصبح الإنسان بدل ما يلجأ إلى الله تعالى باكيا متضرعا فإنه لا يحضر قلبه ولا تخشع نفسه ولا ينكسر فؤاده، وربما لا تدمع عينه إلا عند قبر كما ترون الآن. يعني هل نجد مثل هذا اللجأ ومثل هذا البكاء ومثل هذا الخشوع، مثل هذا الانكسار، مثل هذا الأدب في الوقوف والاحترام، هل نجد يا جماعة هذا في المساجد؟ بلا شك أن هذا من أعظم يعني ما يوقع الإنسان في البدع، أن يصبح يدعو حتى لو دعا الله تعالى عند هذا القبر. مدينة المنورة ودخل إلى المسجد إلى المسجد ودخل إلى الحجرة، بمجرد ما قال السلام عليك يا رسول الله سمع الرد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عيب علي حبشي، هذه تكفي العلويين كلهم فقط. سمع الرد، وقفنا وسلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر، فرد علينا وهو حي وحاضر، فشرف من حي كريم وحسن الرد كله الذي في الحجرة الشريفة. هذا أيها الإخوة أيضا احتفال عند أحد القبور بهذه الطبول. وانظروا الآن، يعني هل هذا بالله عليكم، هل هذا من دين الإسلام؟ هل هذا عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل فعل مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر أحد أصحابه الذين ماتوا قبله؟ يعني انظر الآن هذا الطواف على القبور والتعظيم لها كما ترون الآن، هذا الاجتماع بهذا العدد الكبير عند قبر يجتمع منهم يعني قرابة ربما هم يصلون إلى 100 أو 200 أو ما شابه ذلك، يدعون عند هذا القبر. والله تعالى أمر أن يكون الدعاء واللجأ إليه سبحانه وتعالى، وليس في الكتاب والسنة أبدا ما يمدح أو يفضل الدعاء عند القبور أبدا. لم يرد أيها الأحبة عن الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أصحابه أنهم قصدوا القبور، أو لم يرد أيضا. انظر بالله، هل هذه عبادة لله سبحانه وتعالى؟ هذا الآن يا جماعة مثل هذا يعني عند القبر. كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. طبعا أيها الأحبة الكرام ما رأيتموه هو أمثلة لبعض ما يقع عند هذه القبور من طواف عندها، من دعاء حتى لو دعا الله سبحانه وتعالى. لم يرد عن الصحابة أنهم قصدوا القبور. يا جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا وقعت لهم كربة دعوا الله سبحانه وتعالى وقام الليل ودعا الله عز وجل وقام في ثلث الليل الآخر. لم يذكر أبدا أن صحابيا وقعت له كربة ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله تعالى عند القبر. بل إن علي بن الحسن العلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي اسمه زين العابدين رأى رجلا يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو الله تعالى، فنهاه عن ذلك وقال سمعت حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. فما كان الصحابة أبدا يقصدون القبر، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف قبر وجد على وجه الأرض، ومع ذلك هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ولم يكونوا يأتون إليه يدعون الله تعالى عنده. أيضا أي موضع تعتقد أنه فاضل للعبادة لا بد يكون عندك دليل. يعني مثلا لو قال إنسان يا جماعة ترى الدعاء عند ذاك الجبل مستجاب، نقول أعطنا دليلا. لو جاء إنسان آخر قال ترى بيت فلان الدعاء فيه مستجاب، أعطنا دليلا. الشريعة قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أي مكان أن تحدده لأجل أن يكون في فضل معين، استجابة الدعاء أو فضل مضاعفة حسنات أو فضل شفاء مرض أو قل غير ذلك، أي مكان أنت تحدده لأجل عبادة معينة لابد يكون عندك دليل، ولا يا أخي يكون ديننا مجموعة من البدع ومجموعة من الاختراعات. قل مثل ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصابهم الجدب،
أصابهم القحط عام الرمادة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، الذي كان الناس من شدة الجوع والعطش والقحط والحر يرون في السماء كأنما هو يعني دخان، ومع ذلك ما كان الصحابة يدعون غير الله تعالى. أيها الأحبة، سأعرض لكم بعض الصور الآن. هذه الصور لناس يعني يطوفون على القبور، أرجو من الشباب يعطونا الصور التي عندهم. هذه لأشخاص يعني هم يطوفون على القبور، يعظمونها، يدعونها من دون الله. شوف هذا الآن طواف على قبر وكأنه الكعبة. بالله أيرضى ربنا عز وجل أن يفعل مثل ذلك؟ هؤلاء أيضا يطوفون على قبر ويبتهلون إليه أن يكون لهم شافعا عند الله سبحانه وتعالى. هذا الآن أحد الأولياء الصالحين، ولعلكم تقرؤون اسمه يعني في خلفه، وقد أقبل إليه من يعني إما هو ساجد أو قريب من السجود، وهذا غلو. هذا يا جماعة لو فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سجد أحد بين يديه لما جاز، بل أنكر عليه الصلاة والسلام على من سجد بين يديه، فما بالك بمن يسجد بين يدي غيره عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا انظر إلى الاتكاء على الضريح، وإلى دعائه من دون الله تعالى، إلى اللجأ عليه، إلى إنزال البأس والضر والكربة به. بلا شك يا الأحبة أن هذا كله يعني من البدع التي حرمها الله تعالى. بل يا جماعة، معاذ رضي الله تعالى عنه لما جاء من الشام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جابر لما جاء من الشام إلى النبي عليه الصلاة والسلام سجد بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جابر؟ قم. قام جابر، قال: يا جابر إيش يعني سجود؟ قال: يا رسول الله نية صالحة. قال: يا رسول الله إني رأيتهم في الشام يسجدون لعظمائهم، وأنت يا رسول الله أعظم منهم، أنت أحق السجود. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا جابر، لا، يعني احترمني، لكن احترامي لا يكون أن تصرف لي فعلا هو لا يصرف إلا لله. بكرة لما تسجد لي، بكرة قد تدعوني من دون الله، غدا قد تطوف علي. لا يا جابر، أحبني واحترمني، ويجب أن أكون أحب إليك من نفسك ومن ولدك، لكن ما يجوز تسجد لي. قال: يا جابر لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فكذلك نحن نقول: أنا أحب المشايخ، أحب الأولياء، أحب الصالحين، أحب كل طائع لله سبحانه وتعالى، وأدعو له وأتصدق عنه، لكن لا يعني محبتي له أن أصرف له شيئا من العبادات التي هي تصرف لله أن أصرفها له من دون الله. بقي معي حقيقة شيء من الكلام حول هذا، لكن أريد أن يستمع إليكم أيضا. لكن معنا أيها الأحبة هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة الكرام نهى عن البناء على القبور، وذلك في أحاديث كثيرة، خشية من الغلو في هذه القبور، أو أن ترفع هذه القبور فوق ما شرعت له. الأحاديث في هذه المسألة كثيرة. من ضمن الأحاديث التي حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من البناء على القبور، أو أن يعني ترفع فوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذلك لما تكلم عليه الصلاة والسلام عن اليهود والنصارى. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وسوف تشاهدون بعد قليل مساجد مبنية على قبور، وهذا مع الأسف يعني ربما لا يحتاج إلى شرحه كثيرا، وذلك أنه موجود في عدد من بلدان المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عن اليهود والنصارى: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ماذا يفعلون؟ اسمع ماذا قال: بنوا على قبره مسجدا، ألا قال وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة النهي عن ذلك. نهى صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، نهى أن يبنى على القبر، نهى أن توقد السرج على القبر، نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى على القبر أو يصلى إلى القبر. ولا يجوز أبدا أن تقام أي صلاة عند القبور إلا صلاة الجنازة. إذا كان الميت في قبره وأنا فاتتني الصلاة عليه يجوز أن آتي وأصلي عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقبر من؟
المرأة التي كانت تقوم المسجد. أحسنت، التي كانت تقوم المسجد لما ماتت بليل، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فجاء إلى قبرها، الله أكبر، لأنه فاتته الصلاة عليها، ولأن صلاته صلى الله عليه وسلم عليها تنفعها. أما أن يأتي الإنسان يصلي ركعتين عند القبر ويدع مساجد الله تعالى فهذا لا يجوز، بل حتى بناء المسجد على القبر قد تقدم قبل قليل الحديث فيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن مسعود، يقول إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذون القبور مساجد، ومن يتخذون القبور مساجد. طيب أنا ما ودي أستأثر بالحديث وأنتم مثقفون وطلبة علم، لابد أن نستمع إليكم، فمن يبدأ منكم؟ عصام ولا تفضل يا عبد الرحمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب نشكرك شيخ على اختيار الموضوع التوحيد والنهي عن الشرك، وأحب نشكر الأخوة المعدين لأهميته وعظم أمره. ولعظم أمر التوحيد والتوعية بالشركيات أنه منجاه للشخص المسلم والمسلمة يوم القيامة بإذن الله. جميل. لذلك في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة أن اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم يتحنى بعد ذلك سبحانه وتعالى فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأعظم الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أي فتنة المسيح الدجال هي في الحقيقة فتنة عقيدة لا فتنة معاصي. الدجال يعني ما يدعو لفجور أو معصية معينة بقدر ما يدعو، يقول ازنوا واشربوا خمر، نعم، بقدر ما يدعو إلى كفريات وشركيات، إلى عبادة غير الله لأنه يدعي الألوهية. نعم، ولذلك يتوجب علنا أنه نوعي الناس، نزيد من إيماننا، ننتبه للأمور الشركية البسيطة اللي ما ننتبه لها. ولذلك لعلي أذكر قصة أحد الدعاة في أحد البلدان العربية، سمع عن أحد الأضرحة الكبيرة التي يزورها الناس في تلك المنطقة، ذهب، وانظر إلى روعة الأسلوب. لذلك يجب علينا أن نغير حتى الأساليب الجميل في أساليب جميلة في إيصال الرسالة. نعم، وقف بالصف كشخص عادي يريد أن يدخل للضريح ليدعو ذلك الولي المعتقد، إلى أن وصل للدور خلاص، يعني حين مفروض هذا الداعية يدخل ويدعي الولي. جلس مدة طول، يعني الداعي لسه ما دخل، فالناس اللي وراه يبغون يدخلون، وراهم دعوات بيدعون. الشخص اللي وراه كانت مرأة قالت له طيب خلاص ادخل، ترى ما في أحد جوا. فقال لا، الولي اللي جوا راح يقضي حاجة الشخص اللي قبلي اللي دعاه، راح يقضي حاجته. فالمرأة قالت أنت مجنون، يعني الولي ميت، يعني كيف يقضي حاجته؟ جميل. فقال طيب كيف مع أنه ميت كيف تدعونه من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالكل بهر، بدأ يراجع نفسه. فلو استخدمنا برضه أسلوب ما نسميه أسلوب المنطق والعقل قد يكون مفيد. أحسنت يا أخي. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. يعني يا أخي الآن الذين يعبدون عيسى عليه السلام ألن يكون عيسى يوم القيامة عدوا لهم؟ يقول ليش تعبدوني، ليش تشركوني مع الله؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول أأنت قلت للناس، يقول لعيسى اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. لا يا ربي أنا ما قلت لك، سبحانك. فعيسى لا يرضى عليه السلام. هؤلاء الذين في القبور من الصالحين لا يرضى أن يأتي إليه أحد وينزل هذه الحاجة به من دون الله. بل يا جماعة أيضا إشارة إلى ما تفضلت به، يعني انشغال الناس اليوم بدعاء غير الله سبحانه وتعالى هذا مما يمكن الكفار من رقابنا. ومع الأسف يعني لما جاء التتار إلى بغداد عام 656 للهجرة كان بعض الناس يجري في الطرقات ويقول يا هاربين من التتر إيش تفعلون؟ امضوا إلى سلاحكم وخذوا قاتلوا أو اذهبوا إلى مسجد وادعوا الله. لا، تدري ماذا يقول؟ يقول يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. لوذوا بقبر أبي عمر، يعني ما قال لوذوا بالله استعينوا بالله. يا الله تعالى يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وذاك يقول لا 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 ليس الله، اذهبوا إلى هذا القبر لوذوا بقبر أبي عمر. بل يا جماعة قرأت في بعض التقارير أن، وهذا معروفة ولو أي واحد بحث في الإنترنت وجد ذلك، لما تمكنت أمريكا بعدما استقرت لها بعض الأمور في العراق، ونسأل الله تعالى ألا يستقر لها شأن في العراق وأن يعجل الله تعالى بزوالها، لكنها لما استقرت لها بعض الأمور قدمت دعما لأجل ترميم آثار الصابئة. الصابئة أولئك قوم هم عبدة الكواكب أصلا وعبدة النجوم، لأجل ما كان عندهم من تماثيل. تعرفون إبراهيم عليه السلام بعث إلى الصابئة،
وكانوا يعبدون الكواكب، وكل كوكب يتخيلون له شكلا ويبنون على شكله صنما. فجاء إبراهيم عليه السلام فقال هذا ربي هذا ربي، وجاءوا حطم الأصنام في القصة المشهورة عن عليه السلام في سورة الأنعام. المقصود أن جاءت أمريكا ودعمت لأجل أن تحيي مرة أخرى، حتى الناس لا ينشغلوا بجهاد بكتاب وبسنة، يأتون دائما إلى هذه القبور، يأتون إلى هذه الأصنام. بل إن السفير الأمريكي في مصر حضر مع الطريقة البرهانية هناك ولبس لباسهم وجعل يهز معهم. وبلا شك أن هذه يا جماعة تشجيع لهذه الأمور. بل إن أمريكا دعمت في كثير من البلدان ترميم الأضرحة التي كانت موجودة فيها. وقرأت أيضا في مجلة نشر في مجلة المختار في عدد مايو عام 1958 مقال اسمع أقرأ عليكم على إخوتي وأخواتي حتى يتبين لنا فعلا الاتصال ما بين النصارى وبين من يتعبدون لهذه القبور. مقال اسمه الفاتيكان المدينة القديمة المقدسة لرونالد كارلوس بيتي في صفحة 40. يقول إن كنيسة القديس بطرس، وهي أكبر كنيسة من نوعها في العالم، تقوم على ساحة مكرسة للعبادة المسيحية منذ أكثر من 17 قرنا. يقول إنها قائمة، الكنيسة هذه مبنية على إيش؟ إنها قائمة على قبر القديس صياد السمك حواري المسيح، يقصدها نحو 100,000 لأجل زيارتها في الأعياد وما شابه ذلك. تعال قارن بالله بين هذه وبين مثلا قبر السيد البدوي، قبر الحسين، السيدة زينب. بل والله إني أحد هذه القبور زرته لأنظر ما عنده، وكان في مسجد، فرأيت بعيني هاتين أحد الزائرين لما أقبل ليدخل الضريح نفسه خر ساجدا أمام عيني، خر ساجدا، ما أدري سجد أو يقبل الأرض، المهم أن أنفه وجبهته في التراب على البلاط أمام القبر، ثم رفع بعد ذلك وتقدم إلى القبر. دل هذا يا جماعة على أن يعني فتح المجال لمثل هذه الأمور سوف يخرج الناس من عبادة الله تعالى. هم في البداية يقول أنا أدعوه وأقصد دعاء الله، لكن بعد فترة كما وقع يا أخي لقوم نوح يظنون أن هذه القبور هي أنفع عند الله تعالى من غيره. قبل أن نستمع إليك عمر، أيها الأحبة الكرام، أنا ذهبت إلى أحد البلدان فيها بعض الأضرحة، وصورت هناك تقريرا، ورأيت شخصا يعني يقرأ القرآن بعد صلاة الفجر عند قبر، وكان لي معه هذا الحديث الذي تستمعون إليه بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. تقرأ قرآن هنا عند القبر؟ نعم. ماذا تستفيد لما تقرأ عند القبر؟ في تبرك، يعني تبرك في للعلم. كيف للعلم؟ هذا يمكن نحن ماذا اسمه في هدية إذا نقرأ القرآن عند قبر ولي سهل الله العلم. يعني من علمك هذا؟ في أندونيسيا أم هنا؟ في هنا أم في إندونيسيا أيضا. يقولون لك لما تقرأ عند قبر ولي يزيدك الله علما إن شاء الله. طيب لو قرأت في المسجد ألا تزداد علما؟ أيوة. أيهما يعني أفضل في طلب العلم والفتوحات، لما تقرأ في المسجد أم لما تقرأ عند القبر؟ كلاهما يعني عندي بالنسبة أنا يعني. كلاهما متساويان؟ لا. أيهما أفضل؟ على قدر حسن الظن تأتي المدد، يعني يأتي المدد على قدر حسن الظن في قلبه. يعني القراءة عند القبر هي أفضل في الفتوحات الربانية أم القراءة في المسجد؟ يعني على قدر حسن الظن. نعم. أنت تحسن ظنك أكثر هنا عند القبر أم في المسجد؟ وهنا يعني هنا تحسن ظنك أكثر. نعم. يعني القراءة هنا والفتوحات الربانية هنا أعظم وأكبر من الفتوحات من القراءة في المسجد. أيوة إن شاء الله. لماذا؟ طيب المسجد لا يعبد فيه إلا الله، أما هنا فأنت الآن تعظم صاحب هذا القبر. قبر من؟ الحبيب عبد الله بن علوي الحدث. هذا ماذا؟ هل تعرف شيئا من كراماته؟ عرفت لكن نسيت في كتاب موجود. تلك الحجارة المجتمعة عند القبر هناك، يعني أنت وضعت حجرا من قبل معها؟ ما وضعه. طيب رأيت أحدا يضع؟ رأيت.
كثير يعني من الطلبة ومن المشايخ. طيب ماذا يستفيدون لما يضعونها؟ ما أعرف يعني. كل هذا الذي ما قلته يعني. أنها ماذا؟ أنا للحاجة يعني. يعني لما يريد حاجة يضع حجرا. نعم. طيب هل تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام منع من البناء على القبور وبين أن هذا يؤدي بالإنسان إلى أن يتوجه قلبه إليها وأن هذا نوع من الشرك؟ ما أعرف. ما سمعت بهذا من قبل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نهى أن يرفع القبر وأن يجسس عليه وأن يبنى عليه. فالقراءة في المسجد والتعبد لله تعالى في المسجد أفضل من التعبد عند القبور، صح؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا طبعا مثال وهو تقرير طويل، لعلنا إن شاء الله تعالى يسر الله أيضا نعرض لكم بقيته. هذا مثال على من يجلس عند قبر ويرى أن جلوسه عند هذا القبر أنفع من جلوسه في المسجد، ويرى أن دعاءه عند هذا القبر أفضل من دعاء الله تعالى في المسجد. طبعا دعاء الله تعالى عند القبر ليس أفضل من دعاء الله تعالى عند المسجد. وقد تقدم قبل قليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت إذا نزلت بهم الحاجات لم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا الله. يا أخي، يدعون الله تعالى في آخر الليل، يدعون الله عز وجل في كل مكان سبحانه وتعالى يدعى. ليس هناك أماكن مخصصة الله يسمعك فيها وفي غيرها لا يسمعك، بل هو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا يونس عليه السلام دعاه في جوف بطن الحوت في لجة البحر في ظلمات ثلاث، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فالمقصود أن الإنسان إذا فتح المجال حقيقة لما هذا. ثم يا أخي انظر إلى هذه الحجارة، بالله من وين جابوا هذه؟ هذا من الدين. يقول لك إذا أردت حاجة من صاحب القبر أحضر حجرا وأنوي أنه تسدد ديني وحط الحجر. يا أخي، هل فعلها الصحابة الكرام هذه؟ أليس هذا من الدين؟ هذا دين، هذا نية، هذا أمر غيبي، أني إذا أردت أن تقضى حاجتي أحضر حجرا وأضعه حتى تقضى حاجتي. طيب أين الدليل على هذا؟ العلم معرفة الهدى بدليله. أين الدليل على هذا؟ ثم انظروا إلى القبر الثاني أيضا كان عليه سعف من الغصن من أغصان النخل. طيب هل هناك دليل أن هذا ينفع؟ يا جماعة، ترى إذا فتح المجال للابتداع في الدين سيضيع ديننا بعد ذلك، ويصبح الأجيال القادمة تعطل المساجد وتتعبد عند هذه القبور، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثنا، بل في حديث ابن عباس عفوا، لما حدث عن قوم نوح وكيف وقعوا في الشرك، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا قوما صالحين، ما كانت آلهة، كانوا قوما صالحين. فلما ماتوا قال الشيطان لقوم نوح لو صورتم أشكالا على أشكالهم، تماثيل على أشكالهم، حتى تذكروكم بالعبادة. بس جاءوا صوروا شكل على صورة ود وسواع ويغوث، مثل لو جئنا نحن اليوم صورنا تمثال على شكل الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين مثلا، الشيخ الألباني، جئنا كذا وصورنا تماثيل. ثم مضت أول 10 سنوات و20 سنة و20 سنة و30 سنة، والناس يمرون ما يعبدونها، تمثال، لكن إذا رأوه قالوا سبحان الله، فلان كان يذكرنا بالصيام، يلا بكرة نصوم إن شاء الله، فلان يذكرنا بالصدقة، بكرة نتصدق. لكن بعد فترة صار إذا مر ورآه مغبرا مسح الغبار، بعد فترة جاء الجيل اللي بعده صار يضع طيبا، ثم عطلت المسجد وأصبحوا يعبدونها من دون الله. وهذا الذي يخشى اليوم مع الأسف. معنا اتصال من أخينا من؟ أخوي محمد، سلام عليكم. أخي محمد، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل محمد. خفض صوت التلفاز حتى تسمعني جيدا. طيب حاضر. تفضل، الله يحفظك محمد. الله يسلمك، جزاك الله خير شيخ على البرنامج، جميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتك. الله يحفظك، بارك الله فيك. والإخوان جميعا إن شاء الله. الله يجزيك خير. الله يسلمك. معكم محمد من اليمن. مرحبا بك محمد. حياكم الله. كانت عندي ملاحظة بسيطة وأرجو أنها إن شاء الله تكون مفيدة. تفضل. الأولى، أنا باليمن وشفت الشخص اللي كان قبل شوي باليمن، وجدا تعجبت من الموقف واستغربت منه كثير.
ولكن كان ودي أنه لو حصل أنه يعني شخص من نفس البلد يمكن يكون فهمه أو وعيه وثقافته مختلفة. هذه نقطة. يمكن كمان بعد لو كان واحد من نفس أهل البلد، أهل اليمن كعلماء، لو حصل نقاش معه يمكن يستفيدون الناس أكثر وتوضحون من وجهة نظر علماء البلد. جميل. أتوقع أنها بتكون أفضل بكثير من الشخص المغترب أو اللي من الخارج. جميل. تعرف العجم يكون عندهم أفكار مختلفة. الله يجزيك خير. لا، فعلا نقطتك مهمة محمد، وأنا سأعلق عليها الآن بإذن الله تعالى. الله يحفظك ويجزيك خير. معنا أخونا من العراق، من؟ أخوي عبد الله، تفضل. تفضل عبد الله. طيب عبد الله يبدو أنه ذهب عنا. طبعا الأخ محمد ملاحظته يعني جيدة وفي مكانها، لكننا أردنا أن نستشهد على أن وجود بعض العقائد عند الناس أنها موجودة. وأنا لا أقصد أني أذمها اليمن، لا، المقاطع التي أحضرناها ليست من بلد معين. نحن أحضرنا مقاطع من عدة بلدان بالمناسبة، وترى نحن لم نحضر من بلد معين، بل هي من عدد من البلدان. لكن أردت أن أبين أن يوجد أقوام عندهم مثل هذه المعتقد، فهذا يخدم ما نحن نتكلم فيه، لذلك عرضنا. وإلا اليمن يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان. الإيمان اللي ينجيك يوم القيامة يمان، والحكمة اللي هو العلم يمانية. وبلا شك ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن فقال أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، وهم أول من جاء بالمصافحة. حتى الأخلاق أهل اليمن هم أول من جاء بها. من معنا يا شاب؟ أختي هناء، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي هنا. أخوي عندي موقف صار لي في المدرسة عن بنت كانت تعبد الشياطين وكذي. تعبد الشياطين؟ ايه. كيف تعبدها يا هناء؟ هي أول شيء ما أدري والله شلون عبدتها، بس هي أول شيء كانت حيل يعني شاطرة وما شاء الله، بس على شوي شوي قامت تصبغ شعرها أحمر، ولاحظوا المدرسات عليها فقاموا يراقبونها وكذي. فلما صار يعني كذي المغرب، كانت سبحان الله يعني واحدة من المدرسات دشت غفلة على المدرسة، كانت ناسية موبايلها، شافتها عارية وأعوذ بالله وواقفة عند الشجرة قاعدة تسجد على الشجرة. أعوذ بالله. وفجأة دشت داخل الشجرة راحت المدرسة هي ورجلها وطلبوا مشايخ. طيب وجروا على الشجرة. الله يجزيك خير. هنا أنا بعلق إن شاء الله على هذا، سأعلق عليه بإذن الله تعالى. معنا شرف الدين من تركيا. تفضل شرف الدين. وعليكم السلام. تفضل، حياك الله. الله يحفظك. جميل، هذا سؤال جيد. جيد، سؤالك وصل وإن شاء الله تعالى وجيب عليه بإذن الله. طيب، نحن قد فاجأنا البريك، بقي معنا حقيقة كلام يعني تعليق على كلام الأخت هنا، وكذلك لوحة الواجبات. وبالمناسبة أنا حليت الواجب حق الأسبوع الماضي، سوف نعرض إن شاء الله آخر هذه الحلقة. معنا لوحة الواجبات ثم فاصل، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.اقرا-tv.net أو البريد الإلكتروني بصمتك@اقرا-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا، ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. السلام عليكم. سأجيب باختصار على كلام الأخت هناء وكلام أخي شرف الدين. الأخت هناء سألت عن عباد الشيطان، وهذه حقيقة تحتاج إلى يعني طرح، وإن كنت أنا قد لا نطرحها في برنامجنا لأنها ليست ظاهرة كبيرة عموما، لكن هي نوع من الخواء النفسي عند بعض الناس إلى آخره. لكن بلا شك أن طيب أعطنا إبراهيم. تفضل إبراهيم. إبراهيم، السلام عليكم. تفضل. الله يعطيك العافية. يا مرحبا يا إبراهيم. الله يجزاك خير ويبارك فيكم ويطول بعمركم. الله يجزيك خير إبراهيم. تفضل، الله يحفظك. الله يخليك. أنا عم أكلمك من سوريا وبالتحديد من حمص. مرحبا بك.
في كثير عنا قبور لأولياء، يا ريت أولياء إلا صحابي أجلاء مثل خالد الوليد وعمر عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. هلا هون بحمص صار مثل جوامع مبنية بجامع خالد الوليد مثلا وجامع عمر عبد العزيز. هلا لما بصير أوقات الصلوات يعني أنا آخذين بالمناهج وإلى آخره وبالعقيدة إنه حرام يعني إنه نصلي بجامع مبني فيه قبر. فلما بنواجه هالشيء بقولوا أنت حنبلي أو أنت وهابي أو أنت إلى آخره. طيب كيف نحن يعني عم نصير صعب التواصل وعم نطلع نحن غلطانين، وما شاء الله يعني في علماء أجلاء إبراهيم موقع القبر أين؟ هل هو في قبلة المسجد أم لا في آخر الجامع بالزاوية؟ طيب داخل المصلى نفسه أم في الفناء في الحوش؟ لا داخل المصلى. في داخل المصلى نفسه بالخلف على الزاوية اليمنى أو اليسرى. طيب بارك الله، سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. تسلم إبراهيم، بارك الله فيك. ايش كنت أقول؟ نعم، فالكلام على عباد الشيطان كلام يطول حقيقة، لكن يكفي أنهم على ضلال. الأخت ذكرت أنها يعني رأوها عارية وإلى آخره. كلام أخي شرف الدين يتكلم عن قراءة القرآن على الميت. قراءة القرآن عند الاحتضار ما فيها بأس، جاء في بعض الأحاديث الضعيفة عن قراءة سورة ياسين، لكن كونه يحسن ظنه بالله تعالى ويقرأ عنه ما في بأس. لكن بعد موته يدعى له، لا يقرأ القرآن، إنما يدعى له ويستغفر له. قراءة القرآن داخل القبر قبل الدفن أيضا لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها أصحابه الكرام. نسمع اللي عندك يا عصام. طيب يا شيخ محمد، يعني نحن سعيدين صراحة في الحلقة هذه. الله يحفظك الله يبارك فيك. طبعا شيء طبيعي إنه أي بشر أو أي إنسان بيسعى إلى عبادة شيء بحيث إنه يعطيه الدافع الروحي. فميول الإنسان لهذه العبادات شيء طبيعي جدا، إنه يعبد الله ويؤكد هذه الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. توجه بعض الناس إلى التحريف والزيادة فيها. ما في سبب ظاهر لهذا الشيء، لكن للأسف هي أصبحت تستغل من قبل أعدائنا. فكان في شبهة، واحد طرح لي إياها صراحة، سؤال جميل. كان يسأل أيهما أفضل، اللي يعبد كائن بشري كائن حي أو اللي يعبد جماد وقبر؟ أيهما أفضل؟ طبعا كلاهما أفضل عقلا يعني. أيوة، أفضل من الناحية العقلية وليس نعم، وليس من ناحية الدين طبعا. شرعا طبعا كلهم بعيد عن التفكير السوي. فكان يقول عبادة الأبقار أو عبادة الكائنات الحية أو الأشخاص يمكن مقبولة عقليا أكثر من عبادة الجماد، أنه أمامك يتحرك وكذا على الأقل. نعم، بينما تعبد جماد قبر، وحتى صاحب القبر كما ذكرت في الآية أنه يتبرأ منه. ابتعد عني، لا أريدك، ما أبغاك. أنت تجيب لي ذنب لم أذنبه ولم أمرك فيه. أحسن. فهذه الشبهة. وفي أخرى كانت اللي هي كفار قريش، كانوا إذا دعوا الله لم يستجاب لهم، لكن إذا أدخلوا الأصنام والوسطاء هذه كما يزعمون رزقوا واستجاب لهم الله. هذه كلها ابتلاء ولتثبيت الإيمان. فالله المستعان يعني. جميل. طيب إذا دعني جميل عصام، دعني أعلق على الاثنتين. أما بالنسبة للمسألة الأولى، فطبعا هو بلا شك أنه لو كان تصرف العبادة مباشرة إلى صاحب القبر، يعني ربما أؤيدك في كلامك، ليس ربما بل أؤيدك في كلامك 100%. لكن الذين رأيناهم قبل قليل والذين هم موجودون اليوم في بلدان المسلمين، الشهادة لله، هم لا يعبدون صاحب القبر عبادة مباشرة، بمعنى أنه لا يأتي يسجد له ويقول أنت ربي من دون الله. ربما الذي يعبد البقر وبوذا وغيره يقول هذه إلهي، لكن هذا لا يقول أنت ربي، أنت اللي خلقتني، أنت اللي رزقتني، لا يقول مثل ذلك. لكن المشكلة أنه يصرف أنواعا من الأعمال التي لا تصرف إلا لله. والله سبحانه وتعالى يقول ادعوا ربكم، وهم يأتون ويقولون يا ولي الله اشفع لنا عند الله مثلا. ويقول سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول عز وجل أمن يجيب المضطر وقال ربكم ادعوني. ثم يأتونهم إلى صاحب القبر ويظنون أن دعاء الله عند القبر أنه نافع. هذا الذي ننكره. وهذا يا جماعة، وأنا أنبه على هذا ترى ليس كفرا. لو واحد راح ودعا الله تعالى عند القبر
لا يعني أنه كفر بالله العظيم، لا، يبقى أنه مسلم لكنه بدعة، وهذا الذي نحن ننكره. حتى الأخ اللي قبل قليل الذي عرضناه الذي يقول دعائي هنا أفضل من دعائي في المسجد، لا يعني أنه كفر بالله العظيم، يبقى أنه مسلم. ولو أنه قال هذه الكلمة ثم مات لوجب علينا أن نغسله ونكفره ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين. ما يعني أننا جئنا نكفر الناس، لا، يبقى أنه مسلم. إنما نحن في هذه الحلقة نريد أن نضع بصمتنا في التوحيد. واحد إذا نزلت به كربة ذهب إلى القبر وقال يا رب ارزقني، وظن أن دعاءه عند القبر مستجاب، نقول له هذا ما يجوز. لكن لو جاء عند القبر وقال يا ولي الله ارزقني ولدا، يا ولي الله زوج بنتي، هذا الذي لا يجوز، لأنه دعا غير الله تعالى. لكن هذا قليل، الشرك صريح، قليل، شرك صريح هذا، لكن هذا قليل عموما، يعني ليس ظاهرا تاما. الذي نريد أن نضع بصمتنا فيه أيضا عدم جواز بناء هذه الأضرحة. وأنتم لو تشاهدون معي الآن، معي بعض الصور أيها الإخوة لي يعني الغلو في هذه الأضرحة. يعني انظر إلى هذه الأضرحة التي تبنى فوق قبور، ترى هذه التي ترونها هذه أضرحة كلها بنيت على قبور ورفعت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى يا جماعة أن يبنى على القبر، نهى أن يجصص القبر، نهى أن يبنى عليه. انظر يعني أصبحت بعض القبور مع الأسف يوضع عليها هذه المظلات، يوضع عليها هذه الأشياء التي يزعمون أنها تقيها من الشمس وتقيها من المطر، وكان صاحب القبر سيتضرر بهذا. انظر إلى الذي وراء يدي هناك، ذاك مسجد بني بين هذه القبور، وقد شاهدتم الميكروفون له، انظر إلى الميكروفونات، هذا مسجد بني بين القبور، يأتون يصلون فيه ويزعمون أنه إذا أحاطت به القبور أن هذا فيه نفع. انظر إلى هذه القباب يا جماعة، هذا مكان، هذا قبر، وستشاهدون الآن، انظر إلى ارتفاعه، انظر كم صرف من المال عند هذا ضريح سيد القطب سلطان الملا إلى آخره، كم صرف من المال يا جماعة عند هذا القبر وفي أخشابه وفي ألواحه وما شابه ذلك. وهم يأتون إلى هذه الأخشاب يطيبونها ويتقربون إليها، ويزعمون أنهم بإكرامهم لهذه الأخشاب التي فوق القبر يزعمون أنهم بذلك يعني يؤجرون عند الله تعالى، وأن صاحب هذا القبر يعني تنظرون إلى الفتحة التي فوق، هذه الفتحة التي أشير إليها بيدي، هذه يوضع فيها أموال للعناية بالقبر. القبر يا جماعة مات خلاص، تعتنون بماذا؟ تعتنون بماذا الآن؟ شوف في فلوس الآن، يعني ربما ترونها الآن من خلال الكاميرا، تعتنون بماذا؟ ما هو قبر وانتهينا. فكذلك إذا تأملت وإذا تأملت وجدت أن هذا الضريح هو وهذه القبة هو مصداق ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك هذا من كثر ما يتمسحون به ويتبركون بهذه المسابيح التي وضعت وهذه الأغصان، يظنون أنها تخفف عن الميت وأنها تؤانسه. هذا من كثر يا جماعة ما يتمسحون به انقلب هذا الحجر إلى الأسود. انظر إلى هذه القباب التي تكون بين القبور. هذا أيها الأحبة الذي ننكره والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. لاحظ، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويقول بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا أيها الأحبة هذا الموضع كانوا يزعمون أن أحد الصالحين إذا دخل إلى بيته وضع نعليه في هذا المكان، فأقبلوا الآن، كانت صخرة أصلا، فأقبلوا الآن وبنوا خلفها يعني بناء، وصارت هذه موضع للتبرك اللي هو موضع نعال الشيخ، موضع نعال الشيخ الصالح. بلا شك أن هذا حقيقة هذا البناء العظيم وهذه المقامات التي ترونها كلها أمور تقدح في توحيد الإنسان وتجعله ربما صرف يعني شيئا من لجئه، شيئا من كربته، شيئا من حاجته لغير الله تعالى. انظر مثلا إلى رفع هذا القبر، بالله عليكم يا جماعة أيرضى الله تعالى مثل هذا؟ والله جل وعلا هو الذي يعني يصرف له سبحانه وتعالى العبادة والتكريم. انظر إلى ما هذه الفتحة التي ربما يدخلون من خلالها شيئا يريدون أن يتبارك، وأن إذا أكله الآكل ربما يشفى به مريضه أو يبارك له في رزقه أو ما شابه ذلك. هذا بلا شك كله من الضلال. هذه أبيات فيها يعني أيا زائري أبشر بسؤلك والمنى، وترقى مراقي العز في كل حضرة بزورتنا، مدري إيش، تبقى على كل فائق وتحظى بجنات الورى إلى آخره.
فيا أيها الزائر أجرتك في كل الجهاد إجهاتي إقامتي ونحو ذلك. المقصود أنها يعني فيها نوع من الاستغاثة، نوع من الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى. هذه كتب أدعية وجدت أيضا، وجدتها عند بعض هذه الأضرحة. يأتي الزائر ويدعو الله سبحانه وتعالى، وربما دعا صاحب القبر. أيها الإخوة تشاهدون الآن أنا أمشي على تراب، هذا التراب الذي أمشي عليه يحدثني الإخوة الذين في هذا البلد يقولون يا شيخ إن هذا التراب الناس يزعمون أنك إذا أخذت منه المرأة ومسحت به على بطنها، هذه كلها أحجار وضعت على هذا القبر لأجل أن أصحابهم أصحاب حاجات. يا أخي أنزل حاجتك برب العالمين، لماذا تنزلها بميت في قبره لا تدري ما حاله، وإن كان رجلا صالحا وإن كان رجلا عابدا. هذا التراب يزعمون أن الذي يأخذ من هذا التراب يأكله فيشفى، وتمسح به المرأة على بطنها فتحمل، ويمسح به على المريض فيشفى من مرضه. وهذا بلا شك أيها الإخوة أنه كله من البدع. بل الله سبحانه وتعالى يقول وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. والله جل وعلا هو الذي يكشف الكربة عن عباده ويقبل الصدقات. هذا أيضا قبر قد غطي بأنواع من الأقمشة الفاخرة، وهذا كله هذا ضريح الإمام السيد. يعني الكتابة عندي غير واضحة الآن، لكن المقصود أيها الأحبة أن هذا كله لا يجوز، وأن الأصل أن القبر يكون مسنما، يعني كسنام البعير مرفوعا فوق الأرض بما لا يزيد عن 4 أصابع أو عن شبر واحد، أن يعاد إلى القبر ترابه الذي أخرج منه. كذلك ينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كله. هذه الخطوط التي يضعونها أيضا فيها اعتقاد معين، يعني كان الإخوة حدثوني به لكنه لا يحضرني الآن. بلا شك أيها الأحبة أن هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يحذر منها، وأن يكون انكساره ولجأه إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته لله عز وجل وحده لا شريك له. وأنا أكرر وأعيد كثيرا حتى ما يقال والله العريفي جاي يكفر الناس. لا، أنا أقول إن دعاء الله تعالى، دعاء الله عند القبر ليس كفرا وليس شركا، وأن الذين بنوا الضريح على القبر هم لم يكفروا بالله العظيم بهذا. يعني لو جاء إنسان وبنى ضريحا على قبر ما نقول أنت كفرت بالله العظيم، لا، هم لم يكفروا بالله العظيم، لم يخرجوا من الإسلام ببناء الضريح فقط على القبر، إنما وقعوا في نوع من الابتداع قد يوصلهم إلى نوع من الشرك. لكن لا يعني أن أولئك الذين بنوا الأضرحة على القبور أنهم كفروا بالله، لا يعني أن الذي جاء ودعا الله عند القبر أنه كفر بالله وخرج من الإسلام، لا والله. ولا يجوز أن أكفر أحدا إلا من دلت النصوص الشرعية على كفره. لكن هذه كلها من البدع، بناء الأضرحة على القبور، رفع القبور، تجصيص القبر، الكتابة على القبر، هذه كلها من البدع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها أصحابه. سأستمع إليك بعدما نأخذ اتصال أبي يزيد من الأردن. تفضل أبو يزيد. السلام عليكم. مرحبا بك، تفضل. عليكم السلام. كيفك يا شيخنا؟ الله يعطيك العافية. الله يجزيك خير، تفضل. والله يا شيخ البرامج هاي إنها يعني من أجمل البرامج. الله يجمل حالك. الله والله إن شاء الله إنه تكون بميزان حسناتكم. الله يجزيك خير أبو يزيد. الله يبارك فيك. أولا شيخنا يعني أنا يعني أريد أن أشارك، لأني والله يعني أحب مثل هذه البرامج. أجلت أبو يزيد، ادخل في الموضوع على طول. الله يخليك. يعني صاحب هذا القبر أو الولي، هذا صاحب هذا القبر يعني هو الذي بحاجة إلينا. أحسنت. أن ندعو الله عز وجل له. أحسنت. ليس نحن بحاجة له، لأنه انقطع عمله. أيوة نعم. إلا من 3 قال ولد صالح يدعو له. بارك الله فيك. لو أني طلبت من رجل مثلا رجليه مقطوعات أن يناولني شيئا، هل يستطيع؟ لا يستطيع. جميل. لكن يعني كيف إذا كان ميت جثة؟ أحسنت، الله يجزيك خير. حقيقة كلامك رائع أخي أبو يزيد، وسأعلق عليه بإذن الله. من معنا؟ أخوي فكري، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بك، حياك الله. عليكم السلام. كيف حالك حبيبي؟ تفضل الله يحفظك. شيخ نشهد الله على حبك وحبك. الله يجزيك خير، أحبك الله. تفضل فكري. يا شيخ في بس أسأل سؤال.
السؤال هو وضع يعني ما حكم الاشجار على القبور؟ يعني عندنا في اليمن. جميل جميل، سأجيب عنها، هي نقطة معي سأتكلم عنها بإذن الله تعالى. الله يحفظك يا فكري ويبارك فيك. وهو بعض الأسئلة تكون ستأتي معنا، وبالتالي شرح المتصل لها يعني ربما يعني يسبق ما سنقوله نحن. تفضل يا أبو، ولا لسه ما صرت أبو؟ أسأل الله يرزقنا وياك. نشكرك يا شيخ أبو الله يحفظك. أنا بس عندي سؤال استفسار يعني بسيط، شبهة احنا مذنبين في الحياة، نجي لقبر شخص صالح يكون فيه وندعوه انه يكون واسطة عند الله سبحانه وتعالى، انه يشفع لنا، انه يغفر لنا، انه يسامحنا، جعل صاحب القبر واسطة صالح. أحسنت. وطبعا هذه الشبهة يقولها بعض من يذهبون إلى هذه القبور، يقول يا أخي أنا إنسان مذنب وأنا إنسان عاصي، وأنا حتى أدخل على رب العالمين وأدعو الله أنا إنسان فقير، فأذهب إلى صاحب القبر لأن له مقام عند الله سبحانه وتعالى. هذه الرد عليها من 20 نقطة، لكني سأذكر منها 7 أو 8 نقاط. أولا أن اتخاذ وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هذا ما يجوز، بل أنت مهما كنت مذنبا أنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى مباشرة. لذلك المشركون الأولون يقول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالله سبحانه وتعالى حرم مثل ذلك، ويقول عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فسمى الله تعالى الدعاء لغيره سماه الله تعالى عبادة. أيضا يقول أبو ذر رضي الله تعالى لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا. طيب السؤال، لو كان الدعاء عند القبور نافعا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه ولا يبينه لنا؟ كان يبينه لنا، كان يقول يا أصحابي أيضا أنا أبلغكم أن من الدين أنكم إذا نزلت بكم حاجة تعالوا إلى قبري يا أصحابي وادعوا الله تعالى. يعني كون هذا الموضع موضع يستجاب فيه الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرنا به، لا يمكن يا أخي. إذا كان يقول ادعوا عند نزول المطر فإنه يستجاب الدعاء، ادعوا عند التقاء الجيشين فإنه يستجاب الدعاء، يترك هذا الموضع. كذلك يا أخي قياس الله تعالى على ملوك الدنيا لا يجوز. لما يقول أنا إذا أردت أدخل على ملك من ملوك الدنيا لابد سكرتير ومدير مكتب ورب العالمين أدعوه على طول. نعم، لأن ملك الدنيا يا أخي لا يستطيع أن يسمع 1,000,000 شخص في الوقت نفسه، لا يستطيع ملك الدنيا أن يتفرغ للناس جميعا، ليس هو يسمع كل شيء ويبصر كل شيء. أما الله سبحانه وتعالى فقد فتح أبوابه، لم يمنعك من دعائه، لم يجعل بينك سبحانه وتعالى وبينه وسائط، بل أنزل حاجاتك بالله عز وجل مباشرة. كذلك يا أخي الله سبحانه وتعالى يستجيب حتى من الإنسان العاصي، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كذلك أنت لما تتخذ واسطة بينك وبين الله ستلغي العلاقة بينك وبين الله. الله يريد العلاقة بين العبد وبينه مباشرة، يا رب اغفر لي، يا رب اشفي مريضي، يا رب. يريد أول ما تقع في الكربة مباشرة قلبك يقفز نحو السماء. لكن لما يكون هناك وسائط أول ما تقع في الكربة لن يقفز قلبك نحو السماء ولن ترتفع يدك إلى السماء، مباشرة ستقول سأذهب إلى قبر الشيخ لأدعو الله عنده. فهذا بلا شك أنه من الضلال. كذلك يا أخي أن الشفاعة لا تكون إلا يوم القيامة، ما في شيء اسمه شفاعة في الدنيا. أن تريد النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك قل يا ربي اجعل رسولك يشفع في يوم القيامة. لكن ما يجوز تذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، لأن الشفاعة تكون يوم القيامة والله تعالى هو الذي يسمعك سبحانه وتعالى. كذلك أخيرا أن الميت لا يستطيع أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره، كما ذكر أخونا أبو يزيد قبل قليل، يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص ما يقدر يعمل شيء إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سأستمع إليك لكن جاء الفاصل. أيها الأحبة الكرام، هذه لوحة الواجبات حتى تحل الواجب، ثم نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود، ويبقى معنا فقط 13 دقيقة لعل الله يسر إن شاء الله أن نعرض فيها الواجبات وما تبقى معنا من حلقتنا. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي معنا أيها الإخوة 11 دقيقة وأظن 10 ثواني، فنحاول بإذن الله تعالى أن نكون معكم فيها حتى لا يسرقنا الوقت عن واجباتكم. يعني سنأخذ واجباتكم الآن التي أرسلتموها إلينا، وواجبي أيضا أنا اللي أتيت به المتعلق بزيارتي لإيطاليا والتي جعلتني أغيب عنكم الحلقة الماضية.
هذه الواجبات. أشكر حقيقة كل من أرسلها إلينا، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمهم الأجر والثواب. قبل أن نأخذ الواجبات دعني أجيب على سؤال الأخ الذي ذكر قبل قليل وضع الغصن أو كذا، وضع الشجر على القبر. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس في النميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفيها روايات. ثم أخذ صلى الله عليه وآله وسلم سعفا، يعني جزء من نخلة، غصن من نخلة، وشقه وغرس هنا شيئا وهنا واحدا، وقال إني أرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أوحى إليه قال يعني ما دام أنك رحمتهما فسنخفف عنهما العذاب بشفاعتك الآن، فخذ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نحن لا يشرع لنا أن نأخذ من النخل ونضع على القبور، هذا لا يشرع لنا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، نخرج إلى الواجبات التي أرسلتموها ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. اقتداء بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وحافظ على حجابي، ضع بصمتك من مودة. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يرى. كن أينما خطاك أسرا لناظر من يرى. عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك. شو اسمك؟ وحنا. كم عمرك؟ 2. كيف حالك؟ هنا. ما تحية الإسلام؟ سياقم. من ربك؟ الله. أين الله؟ سماء. من نبيك؟ محمد. أين ولد الرسول؟ مكة. إلى أين هاجر الرسول؟ مدينة. ما دينك؟ سامة. كم عدد أركان الإسلام؟ 5. كم عدد أركان الإيمان؟ 6. ما عمود الدين؟ سيارة. ما أعظم واجب علينا؟ توحيد. ما أعظم الذنوب؟ هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟ يا. من هم المغضوب عليهم؟ يهود. من هم الضالين؟ نصارى. ما اسم الفرقة التي أثارت مسألة خلق القرآن؟ مائدية. من هو العالم الذي رفض القول بخلق القرآن؟ أحمد حبيب. ما أعظم آية في القرآن؟ الكرسي. من هي ذات النطاقين؟ السماء. من هي سيدة نساء العالمين؟ فاطمة. ما هي دار الكرامة؟ جنة. ما هي دار العذاب والمهانة؟ نور. ما هو دعاء الاستيقاظ من النوم؟ أحنا كان فجأة بطول. بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم؟ يمين. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم
في جوهم ضع بصمتك كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك هذا أيها الإخوة في إيطاليا لما وصلت عند الإخوة جزاهم الله خير عدد من المراكز الإسلامية يعني اجتمع معنا كان في دروس بعد صلاة الفجر ولله الحمد يوميا لقاء مع الناس يعني في عدد من المحاضرات كما ترون يعني يوميا كان عندنا دروس المحاضرات كان يوميا تقريبا 3 و4 محاضرات ولله الحمد التقيت بعدد كبير من الإخوة هناك بعض المحاضرات كانت في ملاعب رياضية وصالات مغلقة وبعض المحاضرات يعني كانت يعني في المساجد ولله الحمد فيسر الله سبحانه وتعالى يعني مثل ذلك وأسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة في إيطاليا خير الجزاء على يعني إقامة مثل هذه اللقاءات وأنا أشجع الجميع حقيقة على زيارة يعني هذه المراكز والتعاون معها. أختي ورقاء السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا بكم. عليكم. مداخلة بسيطة. تفضلي. إذا ممكن مداخلة بسيطة. تفضلي. ألو. تفضلي أسمعك. تفضلي. بالنسبة للأشياء اللي دا يصير بها الإسلام دا يتعرض لها الإسلام انطيها 3 أسباب. أول شيء الشيطان، ثاني شيء الفرس، ثالث شيء اليهود. وهاي ملخص الكلام هم اللي دخلوا علينا هاي الشغلات اللي الشيطان إن شاء الله يرجع الإسلام قد أحسن. الشيطان الثاني إيش؟ الفرس اليهود. المجوس. طيب الله يجزيك واليهود. المجوس. طيب بارك الله فيك الله يجزيك خير. سأعلق إن شاء الله على ذلك. تفضل عصام. طبعا يا شيخ محمد بالنسبة للمساجد والقبور يستشهد بعضهم بمسجد النبوي بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي فيا ليتك تعلق عليها وإيش شكل المسجد أو شكل القبر من الداخل. جميل جميل. هو لم يبقى معنا في البرنامج إلا 1.5 دقيقة لكني سأحاول أن أرسم وإن شاء الله تعالى أن يكون واضحا. هذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت حوله. الشباب تقربون الكاميرا شوية. كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حول المسجد. في عهد عمر رضي الله تعالى عنه العهد 17 الهجرة وسع المسجد من كل الجهات إلا الجهة الشرقية القبلة كذا طبعا إلا الجهة الشرقية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيت عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في البيت الذي مات فيه. في عهد عثمان عام 24 للهجرة أيضا وسع أكثر ولم يدخل. في عهد الوليد بن عبد الملك عام 88 للهجرة وسع المسجد من كل الجهات وجاء إلى القبر وبنى المسجد حوله لكنه جعل هنا بابا يخرج منه فجعل القبر في جانب المسجد ليس في داخل المسجد وهذا بلا شك أنه خطأ من الوليد بن عبد الملك
عموما هو خطأ منه والعلماء ذكروا ذلك، لكن يعني الآن يعني هناك بعض الأمور التي تمنع ربما من هذا التعديل، والمخرج يقول انتهى الوقت، لكن المقصود أن نطالب الأخوة حقيقة أن يكون الرسالة تصل أهمية التوحيد، ألا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، لا تبذل العبادة إلا لله جل في علاه، لا يجوز رفع هذه القبور وبناء الأضرحة عليها. أسأل الله تعالى أن يخلص توحيدنا وأن يجعلنا الله تعالى ممن نلقاه وهو راض عنا. أسأل الله أن يجعل عقيدتنا كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، ننتظر واجباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.